ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايب لكم موبايل مميز جدا في الفئه الاقتصاديه من اوبو، وهو الاوبو الاي 5 برو. ليه بقول ان الموبايل ده مميز في الفئه الاقتصاديه؟ لان الموبايل ده جايب امكانيات اكبر من الفئه الاقتصاديه، او اكبر من ان هو يكون اصلا في الفئه الاقتصاديه. فين الامكانيات دي؟ اولا خلينا نبتدي بالتصميم. فهنلاقي ظهر الجهاز هنا مصنوع من الجلد الصناعي اللي نادر جدا جدا ان احنا نشوفه في الفئه دي. هنلاقي الحلقات اللي حوالين دوائر الكاميرات او عدسات الكاميرات هنا باللون الذهبي. هنلاقي دايره كمان حوالين الفلاش كده باللون الذهبي على اللون الزرعي او الاخضر اللي معايا. الفريم بتاع الجهاز برضو جايب نفس لون الموبايل. الحقيقه الموبايل التصميم بتاعه شيك، التصميم بتاعه غالي على الفئه بتاعت الموبايل ده. الموبايل ده نازل منه الوان برضو حلوه قوي زي الموكا براون، واللون اللي معايا هنا بيسموه اوليف جرين، وعندك الفيذر بلو لون ازرق حلو. فالموبايل ككل تصميماته حلوه جدا الصراحه. طيب مش بس التصميم هو اللي حلو جدا، الموبايل ده ديورابل جدا او قوي جدا على الفئه الاقتصاديه. برضو الموبايل هنا مصنوع من مواد ميليتري جريد عشان يتحمل الصدمات القويه جدا اللي بياخدها الموبايل ده. بمعنى مثلا ان انت لو الموبايل وقع منك غصب عنك في الشارع او على الاسفلت على الرمله مش هيحصل له اي حاجه. يعني مثلا لو مسكت الموبايل ده وحدفته كده، الموبايل ما حصلوش اي حاجه، بس عمل صوت رهيب جدا وانا عندي الناس نايمه هنا في البيت، يا رب ما يصحوا يعني. وكمان غير انه مضاد للصدمات، الموبايل ده مضاد للميه والغبار بمعيار IP69، اعلى معيار ضد الميه والغبار بتشوفه في اي موبايل. يعني هتلاقي المعيار ده في الاس 25 الترا، هتلاقيه في الايفون 16 برو ماكس، هتلاقيه موبايلات غاليه جدا جدا. فما تقلقش خالص لو انت نزلت بالموبايل ده الميه العمق 1.5 متر، مفيش اي مشكله. عندك كمان الشاشه سبلاش تاتش، يعني لو جه عليها ميه التاتش مش هيبوظ، ممكن تستخدم الموبايل ده حتى وانت ايدك مبلوله او الموبايل مبلول بدون اي مشاكل. فنرجع تاني ونقول ان الموبايل مصنوع من خامات قويه جدا، وكمان مضاد للميه والغبار بشهاده IP69، شهاده عاليه جدا. فما تقلقش خالص لو انت مثلا في موقع شغل، لو انت شغلك بيستدعي ان الموبايل يتبهدل معاك، الموبايل ده اختيار حلو جدا جدا بالنسبه لك الصراحه. اوبو حاطين لك في الموبايل ده ميزه اسمها اوت دور مود، ولما بتشغل المود ده هو الموبايل بيظبط البرفورمانس بتاعه، وبيظبط البطاريه، وبيظبط الشبكه، وكمان بيخليك لو انت لابس جلافز او جوانتي في ايدك تستخدم الموبايل ده بالجوانتي او جلافز اللي في ايدك، للي مثلا بيسوق اوبر سكوتر او للدليفري لاي حد بيستخدم الموبايل وهو لابس جوانتي. الاوت دور مود هو باختصار ان هو ورك مود او وضع العمل، فاهم؟ طيب الشاشه هنا 6.7 بوصه من نوع IPS، تردد 90 هرتز. الشاشه المنطقيه اللي احنا بنلاقيها في الفئه السعريه دي. الشاشه ما قدمتش حاجه خرافيه جدا، الا ان مثلا البرايتنس بتاعها حلو جدا تحت اشعه الشمس. برايتنس هنا او سطوع الشاشه بيوصل لغايه 1000 نت تحت اشعه الشمس، كويس جدا الصراحه. وكمان الحلو في الشاشه دي ان هي محميه بطبقه حمايه من جوريلا جلاس 7 اي، طبعا عشان موضوع الحمايه واللي احنا اتكلمنا عليه ان هو ضد الصدمات وضد الميه والكلام ده كله. الشاشه ما يحصلهاش حاجه. لكن غير كده شاشه IPS 90 هرتز، الوانها حلوه وزوايا الرؤيه بتاعتها كويسه. يعني البانل نفسها نظيفه، ولكن طبعا شاشه اقتصاديه في موبايل اقتصادي. من الحاجات الحلوه قوي برضو في الفئه الاقتصاديه بتاعت الموبايل كان هو يقع عادي مفيش مشكله. البطاريه هنا 5800 ملي امبير، بطاريه كبيره جدا. لو انت شغلك برضو من الصبح بالليل عادي مفيش اي مشكله، الموبايل هيكمل معاك اليوم ويوم ونص كمان على حسب استخدامك. وكمان عندنا شاحن هنا 45 واط، بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100 في 60 دقيقه، رقم كويس قوي، شحن سريع. الموبايل ده برده بيشحن البطاريه 10% في 5 دقائق، يعني لو انت مستعجل جدا الموبايل فاصل تحط الموبايل ده على شحن 5 دقائق هيديك 10%. كمان اوبو بتقول ان البطاريه دي هتعيش لمده 4 سنين من غير ما ادائها يقل خالص. طبعا هما بيقولوا كده، انا مش عارف اجرب الموضوع الاربع سنين ده، والا هنزل لكم الريفيو ده بعد 4 سنين. ولكن طالما ان هم بيقولوا الكلام ده فهم واثقين جدا من الباتري هيلث بتاعتهم او نوع البطاريه اللي مستخدمينها في الموبايل ده. الموبايل ده برده جاي بهاردوير او سبيكس كويسه على فئته السعريه. عندك معالج سناب دراجون 6 اس جن 1، معالج قديم شويه ولكن هيديك اداء معقول لو انت تستخدم الموبايل ده استخدام عادي. يعني لو انت هتدخل على السوشيال ميديا، الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، الكلام ده كله، الموبايل ما عندوش اي مشاكل خالص مع 90 هرتز بتوع الشاشه. حساسك الموبايل سريع. كمان كون ان الموبايل ده جايب 8 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه، ده هيساعدوه جدا في الاداء. كمان السوفت وير اللي هنا اللي هو كالر او اس 15 لايت، ده سوفت وير خفيف غير اللي بنلاقيه مثلا في موبايلات زي الرينو 13 والرينو 13 برو. السوفت وير اللي هنا خفيف، فهتحس ان الموبايل اداؤه كويس. حتى لو هتلعب العاب ممكن يلعب اسفلت 9 مثلا على الاعدادات المتوسطه، ببجي على الاعدادات المتوسطه هيلعب بدون اي مشاكل. مش افضل اداء في العالم او مش افضل اداء حتى في الفئه السعريه دي، ولكن برضه هيديك اداء متوازن. وزي ما قلنا السوفت وير مساعد جدا موضوع الاداء في الموبايل ده. حاجه عجبتني جدا في الموبايل ده ان هو بيجي بسماعات ستيريو. عندنا سماعه المكالمات بتشتغل مع السماعه اللي تحت عشان يدوك صوت ستيريو ليفت ورايت. الصوت اللي هنا حلو جدا برضه للي بيحبوا يتفرجوا على مسلسلات، افلام، يتفرجوا على اي حاجه على الموبايل، هيعجبهم جدا التجربه الصوتيه اللي في الموبايل ده، خصوصا على سعره. يعني عندنا بصمه جانبيه في زرار الباور، انا بحب
بحب المكان ده جدا، والبصمه هنا سريعه جدا مفيهاش اي مشكله. ولما نيجي نتكلم عن الكاميرا، هنا عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل. عاده انا مش بتكلم في الكاميرا او مش بتكلم عن الكاميرا في الفئه السعريه دي، عاده بتبقى كاميرات عاديه، والموبايل ده مش استثناء. كاميراته عاديه، كاميراته هتديك صور كويسه الصبح. بالليل طبعا مش تبقى افضل حاجه، ولكن هتعرف ان انت تستخدم الكاميرات، مش اللي هو لو صورت صوره هيقول لك ايه يا عم انت مصور بتليفون ارضي، الكلام ده لا. هتديك صور كويسه، دايناميك رينج معقول، الالوان معقوله. طبعا بالنسبه للسعريه دي زي ما انا قلت ان احنا مش بندور على الكاميرات قوي، ولكن المميز قوي في الموبايل ده او في الفئه السعريه بتاعت الموبايل ده ان هم ضافوا مميزات الاي اي او الذكاء الاصطناعي في التصوير في الموبايل ده. عادة اوبو كانت بتخلي مميزات الذكاء الاصطناعي لسلسلة الرينو او للموبايلات الغالية عموما، ولكن هنا في موبايل اقتصادي جم ضافوا مميزات الاي اي زي الاي اي امبلر، اي اي اريزر. انت ممكن تمسح اي اوبجكت او اي حاجة انت مش عايزها من الصورة بالاي اي. بيعمل اي اي بورتري ريتاتشنج، لو انت مثلا مصور بورتري ممكن يعمل ريتاتش بالاي اي على الصورة. واخر حاجة الاي اي ريفلكشن ريموفر، لو انت مصور حاجة ورا ازاز او حاجة وفيه ريفلكشنز بيشيل الريفلكشنز او الانعكاسات اللي في الازاز ده بالاي اي. ده غير بقى المميزات التانية بتاعت الاي اي زي الاي اي ستوديو مثلا، ان انت ممكن تحول صورتك لاي صوره انت عايزها، اذا كانت كرتون مثلا تحولها للجرافيكس، تحولها 3 دي، تلعب في صورك بشكل عام بالاي اي. والاهم ان انت عندك مميزات الاي اي الرئيسيه اللي هي اي اي سامري، ممكن تلخص كتب بالاي اي او مقالات بالاي اي، ممكن تكتب بالاي اي، اي اي ري رايت، ممكن تترجم بالاي اي. وعندك كمان في النوتس اي اي اسيستنت بيساعدك لو انت بتكتب نوت، بيساعدك في الكتابه. فحاجه حلوه جدا ان هم يجيبوا مميزات الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي كنا بنشوفها في الرينو، كنا بنشوفها في الموبايلات الغاليه، حطوها هنا في الاي 5 برو اللي هو مازال ان هو موبايل فئه اقتصاديه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الاي 5 برو. موبايل كويس في الفئه الاقتصاديه الصراحه، ومليان مميزات بالنسبه للفئه الاقتصاديه. يعني يمكن كنت اتمنى ان هو يجي ببروسيسور اقوى شويه من ال 6 اس جن 1. هو بروسيسور كويس، ولكن انا كان نفسي ان هو يجي ببروسيسور اقوى. ولكن الصراحه غير كده موبايل كويس، موبايل شيك، كاميرا معقوله، شاشه معقوله، عندك البطاريه كبيره جدا والشحن السريع. فهو موبايل كويس قوي الصراحه للي بيدور على الموبايلات اقتصاديه. بس كده، ده رايي. قولوا لي انتوا رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الاي 5 برو من اوبو. والاهم ان انت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.